خدهم من فلوسك اللي مع ابوك وحل المشكله يا سويس، مش لما سدد الفلوس اللي علينا 200,000 دولار وخلينا ننزل بقى ونشوف العز. بص يا مدام، ابويا اللي سبب في زنقه الفراخ اللي انا فيها دي. اه والله هو اللي مخليني ابوك كده. بقى له 14 سنه خد القرض. كان حابب يبقى كان ايامها بقى كان لسه طالع عم احمد سويرس وعم نجيب ابو هشيمه. كان لسه ابتدوا يعملوا مشاريع، فابويا كان بينافسهم، كان داخل معاهم في منافسه، فجاب 5000 زرار من على البنك. اه على ربع الايرادات اللي عندنا. كان جابهم كارد على ربع الايرادات، كانت بالحيازه اللي انت عارف الحيازه. فقرر يبقى بيس ناو، بس دخل في الطريق الغلط. قال لك انا هزرع مكرونه، قلت له يابا خلينا في لسان العصفور. قلت له طب ازرعها سباكيتا عشان نصدرها ايطاليا، عشان عندنا بيقسموا الاسباجيتا فما بتشتغلش كتير، والعيال ما بتعرفش تلف ايه الشوكه، فبياكلها بايدها فصعب، فمش شغاله في مصر فخسر. فرجع قام بقى ايه، انا اللي كنت ماضي على الكارد. فانا مضيت بقى، كنت مفكر نفسي ابقى اجيب فيراري وبورش. وفي الاخر ابويا سابني وخلع، وقال لي اطلع يا سوس سافر اي حته. فانا سافرت انا كمان وخلع، وقاعدين نسدد ان هو في ال 5 مليون زرار. جمعنا 4 مليون زرار و800، فاضل 200. بكتير قوي بقى شهرين ثلاثه وانتاج بالارانب يطلع وهنسدده وهنعدي يعني. فتعنا يعني.